السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي، قناة أكل وتحلاية مع أم وليد. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل أكلة معروفة جدا ومشهورة جدا، صينية الكفتة، مع فرق بسيط جدا من المعروف عليه اللي هو طعم الدخنة بالصينية. رح نعملها مع صوص البندورة ومع الرز المفلفل جنبها. بتمنى إنها الطريقة تنال إعجابكم، فلا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وصفتنا اليوم إن شاء الله فيها متذوق صغير رح يبدي رأيه في طبختنا. ندخل على الوصفة بسم الله وعلى بركة الله. عندي هون كيلو من اللحمة بدون أي دهون، خلطت معاها ربطة من البقدونس وحبة من البصل، حبة كبيرة. بعدين جبت هون سنين من الثومة وبرشتهم عليها، وممكن كمان الثومة تطحنوها مع اللحمة بالماكينة أو عند اللحام. برشت سنين الثومة هون يا أخوات على الناعم زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها ملح، الملح على حسب الرغبة مع الأخذ بعين الاعتبار إني أنا بدي أضيف رب البندورة. حطيت 4 معالق من زيت الزيتون، وحطيت معلقتين من رب البندورة. كالعادة إن شاء الله رح تكون كل المقادير في صندوق الوصف. عندي هون كمية من البهارات: كاري، بابريكا، ثوم، بصل بودرة، ثوم وبصل بودرة، قرفة، زنجبيل، فلفل أسود وشوية كركم. راح أحطهم بصندوق الوصف إن شاء الله. حطيتهم على لحمتنا وبخلطهم مزبوط زي ما أنتم شايفين. خلطتهم تماما حتى تأكدت من اختلاط كل المكونات. بعدين أنا عندي هون جبت معلقتين تقريبا من دبس الرمان وأضفتهم، وهذا اختياري، بس سبحان الله دبس الرمان بيعطي على اللحمة نكهة كثير طيبة. جربيها إن شاء الله وما رح تندمي. معلقة أو نص كبار تقريبا حطيتهم على الكيلو وخلطتهم. برجع بخلطهم. بعدين بجيب عندي الصينية اللي إليك وبحطها فيها وببلش أفرد باللحمة. اللحمة ممكن تفرديها في الصينية، وممكن تعمليها كبب زي هيك، وممكن تعمليها شكل دائري باللي انت بريحك، بس انا راح افردها ونترك الكبب ان شاء الله ليوم نعملها تكون صينية كفتة بطحينية مش بصوص البندورة. فردتها زي هيك، وبعدين قطعتها بأصابعي. طبعا هذا ما هو إلا منظر فقط، يعني اختياري، ممكن تعمليه ممكن ما تعمليه. وبعد هيك راح أروح فيها على الفرن وأشغل الشواية عليه من فوق فقط، تحمير للوجه مش أكثر، حتى ما تعطيني اللحمة هيك على لون يكون على بياض، لمدة دقيقتين بس تغير لون اللحمة. ورجعتها من جديد. هيك عندي شكلها بس تغير لونها بعد التحمير. طبعا عندي أنا هون شرائح من البطاطا المقلية، وعندي شرائح من البندورة وشرائح من البصل. بدي أصفتهم فوق صينيتنا بأي شكل كان، بس أنا حبيت أعمل شكل وردة. وبتقدري كمان إنك تحطي فليفلة حلوة، بس أنا ما حطيت فليفلة ألوان، أحمر، أصفر، أخضر، اللي أنت بتحبيه. صفطت الشرائح. يفضل البندورة هون إنها تكون مستوية، يعني حمرة مش على خضار، تكون حمرة. وجبت شرائح البصل، برضو شرائح البصل بتعطي نكهة طيبة للكفتة. بتصفطيها بالطريقة اللي انت بدك اياها، مثل ما بيحكي المثل: كل الطرق تؤدي الى روما. يعني شو ما كانت التصفيط، بس زي ما بيحكوها العين اللي بتاكل، شو ما كان التصفيط في النهاية رح تعطيكي نفس النكهة. وبعد هيك رح احط عليها الصوص. انا حطيت نصف كوب من رب البندورة، وحطيت عليه معلقة كبيرة من بديل الدجاج كنور، وحطيت عليهم مية سخنة تقريبا 2.5 أو 3 أكواب، وحطيتهم على الصينية وغلفتها بورق القصدير ودخلتها للفرن تقريبا نصف ساعة حتى تأكدت من سوى اللحمة. بعدين حمرت الوجه وجبتها لبرا. حطيت عندي، كنت أنا مولع على فحمة، حطيتها بصحن في صينيتنا، وحطيت عليها نقطتين من الزيت النباتي، وغلفتها لحد ما راحت دخنت الفحمة وشلتها حتى تعطي نكهتها عليها. كانت أنا عندي النتيجة هيك. هي الصوص وتحمير خفيف كان لصينية البندورة، عفوا صينية الكفتة. زي ما أنت بتحبي بتزيدي أو بتنقصي. ما أحكي لكم عن طعمها، ما أحكي لكم عن ريحتها. بفضل دائما إنها تكون صينية الكفتة لحمتها بدون أي دهون، أفضل وأطيب بكثير، حتى صحية بتكون أكثر. حطيت جنبها طبعا أنا رز مفلفل طبيعي
مع شعرية ومع زيت نباتي وملح. كلكم أكيد بتعرفوا شو هي الطريقة. طعمها خرافي وريحتها خرافي. بتمنى إنكم تجربوها وإنها تعجبكم، وتكتبوا لي كمان بالتعليقات. الله يديم علينا النعمة ويطعمها لكل مشتهي. أكلتنا اليوم كانت جاهزة، وعندنا متذوق صغير ولأول مرة بياكل الكفتة. عجبته طبعا، وكانت هاي آخر اللقمات إله بعد ما شبع. الله يطعمنا ويطعم الجميع يا رب، ولا أطيب من هيك صحتين وعوافي.